إذا قلت لكم بلي أروع جاتو أو بوم أو كيكة التفاح تقدروا تحضروها غير بزوج حبات بيض، واش راح تقولوا البنات؟ أكيد ما راح تصدقوني، بصح كي تشوفوا الريزولتا راح تنبهروا. كيكة هشة خفيفة طرية وبنينة كأنه من أفخم باتيسري، مع أنه حضرناها بمكونات بسيطة جد اقتصادية، يعني متوفرة في كل بيت وغير بالزيت. إذا راكم تحضروا نجاح الباك أو عندكم معرضة أو فرحة في الدار أو لمة مع لا فامي، هذا الكيكة راح تكون نجمة الطاولة تاعكم. قدموها مع كاس جو بارد ولا قهوة وحتى الشاي، وراح تعجب كل واحد يعني يذوقها ويطلبوا منكم كامل لا غوسيت. خليكم معايا حتى للأخير لأني راح نشارك معاكم تولي سكري باش ينجح معاكم هذا لوغاتو من أول مرة. لي ترونش تاع التفاح كي ديروها فوق الكيكة ما راحش تهبط. السلام عليكم، هزو الفلون في كويزين كاينه جرجره. دونك عندي زوج حبات بيض، نص كوب سكر، نص كوب زيت، نص كوب حليب. هذا هما المقادير اللي نحتاجهم في هذه الوصفة. دونك عندي زوج حبات بيض في الريسيبيون، نخلطهم مع نصف كوب السكر حبيبات طبعا، مع مغرفة يعني معرفة قهوة حليب تاع لافاني. كثروا شوية هكذا تجي البنة في هذه الكيكة، مع رشة ملح طبعا. خلطوا مليح هذا المكون حتى تحصلوا على هذا اللون. بعدها نضيفوا الزيت اللي هي نصف كوب. قلت لكم اقتصادية هذه الوصفة، يمكن تحضروها اتو مومون غير بزوج حبات بيض مع حبة كبيرة او زوج حبات تاع التفاح، تحضروها وتتمتعوا بالبنة تاعها. دوكا راني زدت في الزيت غير بالتدريج، ونزيد نكمل الحليب يعني نفس الكمية. نعاود المقادير: زوج حبات بيض، نص كوب سكر، نص كوب زيت، نص كوب حليب، مغرفة فاني وشوية ملح. هنا نبدأ ندير في الفرينة، هذا هو الكوب الأول، مع 10 غرام من خميرة الحلويات. البنات شوفوا مليح القوام اللي تحصلوا عليه، قلت لكم الفرينة تختلف من نوعية الأخرى، لازم تركزوا هنا في قوام العجينة، لأنه إلا درتوها بزاف خفيفة البنات، هذا هو السر في هذا الوصفة، كي تحطوها في الفرن التفاح تاعكم راح يهبط ويتغطى كامل بالعجينة. دونك للسكري في هذا الوصفة انكم تتحصلوا على قوام ثقيل ثقيل بزاف، رغم أنه المقادير بسيطة وطريقة التحضير جد بسيطة أيضا، لأن إلى ما حضرتوهاش بالقوام المطلوب راح تهبط معكم في الفرن. دوكا راني نزيد في الكوب الثاني. طبعا هذا الفرينات تكونوا غربلتوها مسبقا، شوفوا كيفاش راهي ثقيله. شوفوا البنات حتى الفوي راهو يطيح من يدي تلمو راهو ثقيل. انا ما درتش كامل هذوك الزوج اكواب تاع الفرينه، قلت لكم اقتصاديه يعني خليت ربع. الكوب الاول درته كامل والكوب الثاني خليت منه الربع. دوكا نحتفظ بهذا الخليط في الفريغو في الثلاجه حتى نكمل نقطع هذا لي ترونش تاع التفاح. كاين يعني نشوف بعض الوصفات انه بعض السيدات يقطعوا اون بروميير هذا التفاح يكحل ويشرب بزاف ما. انا خيرت جانفيرسي، حضروا اون بروميير لاباغاي تاعكم، حطوها ترتاح في الثلاجة هكذا تزيد تشد. شوفوا القوام البنات، شوفوا كيفاش او ثقيل، هذا هو القوام المطلوب في هذا الكيكة. اي بلاطو عندكم في الدار ما تقيدوش بهذا، حضروا فيه هذا الكيكة حتى يقدروا تخدموا بهذوك لي مول الطرطولات الصغار. دهنوه بالزيت او بالزبدة مع الفرينة، او ديروا بابي كويسون هكذا تضمنوا انه هذا الكيكة ما راحش تلصق كي الطيب. فوالا ندير كامل هذا لي ترونش. والسر البنات ما ديروش السكر عادي، ديروا السكر الفانيليا هكذا تعطي النكهه. يتكرمل هذا التفاح كي طيب من الفوق، يعني كي تشعلوا الفرن لازم تشعلوا من التحت، كي طيب تشعلوا من الفوق والتفاح تاعكم يجي مكرمل. على بعد ما درت السكر، اي حاجه متوفره عندكم، موا جو بريفيري نخليها اقتصاديه اكثر، دونك درت لها الجلجلان بيان سور بدون ما حمصتو. انتما يمكن ديروا الكاوكاو افيلي او اللوز افيلي. دونك دخلوها للفرن كي طيب لكم من الاطراف درجه حراره 170 175 درجه هكذا طيب لكم مليح.
وكي طيب من الأطراف شعلوا لها من الفوق، وهي سخونة دهنوها بالمربى، يعني أي كونفيتور عندكم خدموها هكذا بالبانسو لأنه مازالها سخونة هكذا شوية تشربوا الكيكة شوية يقعد من الفوق كاللمعان لهذا الكيكة. لكم أي مول عندكم حتى تقدروا تخدموا غير بالمول تاع لي طارتولات الصغار هذوك. المهم النتيجة والوصفة أنا لكم كامل الأسرار لنجاح هذا الكيكة وتجيكم تحفة فنية فريمون رائعة حتى في البنات تاعها، يعني ما شاء الله. يمكن تنقصوا كمية السكر، أنا جاني يعني متوسطة معتدلة، يمكن تنقصوا يمكن تخلوها بهذا المقادير، يمكن ثاني تضعفوا الكمية إلا حبيتوا كيكة كبيرة أكثر من هذه ديروا فقط نفس ضعفوا كامل المقادير غير الخميرة الفورية، ديروا احتفظوا بنفس الكمية يعني 10 غرام تكفي حتى ولو ضعفوا الكمية. فلا نقطعها لكم تشوفوها، يعني جت ما شاء الله روعة بنينة. البنات ننصحكم تجربوها إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. هذا هو القوام، هذا هي شوفوا التفاح قعد في لاسيرفاس ما هبطش لتحت، هذا راجع القوام تاع الكيكة او قوام تاع الخليط تاعنا اللي خليناه ثقيل. هذه هي يمكن حتى تضيفوا للاباغي تاعكم شويه جلجلان محمص وتجيكم بنينه اكثر ان شاء الله. هذا الوصفه نالت اعجابكم ورضاكم، بصحتكم شهدكم في الجنه. نتلاقاو في فيديو اخر وصفه اخرى، الى اللقاء.